ريبيرو النهارده عمل شويه شقلباظات كده في القايمه، ناس رايحه جم وناس جم راحوا. لكن قبل ما نقول المفاجاه، كل عام وانت بخير، صلي على الرسول، ادعي لاخواتنا في ارض العزه، واعمل لنا لايك ومتابع يا اهلاوي. وانت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، لعيبه النادي الاهلي اما رايحين يركبوا الطياره او متجهين بالفعل الى امريكا، وريبيرو بالفعل اختار 27 لاعب، بالاضافه يعني لو في صفقه كده ولا كده هتجيلنا اول او ثاني يوم العيد. ريبيرو طلع مع الكابتن احمد شوبير واكد ان هو بيهتم بالشباب بنسبه كبيره. في اول حاجه عملها، طلع لي يا ابني الشباب كلهم من بره القايمه، ما حدش فيهم هيسافر معايا امريكا، ولا بوستانجي ولا احمد عبدين ولا محمد عبد الله ولا محمد ياسر ولا اصلا اي حد من اللي كانوا موجودين ومصابين، او اي حد مش عايز اشوف وشه. كريم ندفد على سمير محمد الله يمسيه بالخير، على حمزه عبد الكريم، بالاضافه كمان لعمر الساعي، على كباكا، وكمان حط معاهم كريم فؤاد، بالاضافه لاحمد عبد القادر اللي هو كمان راجع من الاصابه زيه زي كريم فؤاد بالظبط. المفاجاه بقى كان خالد عبد الفتاح ودخوله القايمه، والراجل شاف ان القياسات بتاعته كانت جيده، وبما ان الراجل اختاره فمالوش عندنا غير كل دعم ان شاء الله باذن الله. خالد القائمه ضمت كل الاسماء، 4 في حراسه المرمى، الشناوي، شوبير، سيحه، مخلوف، و4 في الدفاع، ياسر وداري والعش وخالد عبد الفتاح، بالاضافه بيكهام لما ينضم عليهم، محمد هاني، عمر كمال، كريم الدبيس، وكمان يحيى عطيه الله. في نص الملعب كوكا ومروان وديانج وحمدي فتحي، بالاضافه لقفشه وامام وبن رمضان واحمد رضا. اما في الناحيه الهجوميه، طاهر، بن شرقي، تريزيجيه، حسين الشحات، وسام ابو علي، وجرادي شار، واللي بالك بتاع يوم العيد. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في كاس العالم، وان شاء الله نأدي بطوله كبيره.